بص يا جماعه، هو حرس الحدود اللي اهدى الفوز لنادي الزمالك. الزمالك خلصت المباراه 2-0 بجون احمد فتوح وجون ناصر منسي، والجونين احلى من بعض. بس كان ممكن النهارده حرس الحدود هو اللي يكسب الزمالك. و بس استهتار لعيبه حرس الحدود، وما استغلوش اخطاء مدافعي الزمالك، وتعب الزنفولي اللي هو كان النهارده متالق. يعني لو كانت النهارده المباراه خلصت تعادل او فوز حرس الحدود، كان اللي ياخد رجل المباراه هو الزنفولي، لكن اللي اخد رجل المباراه هو الونش. بس انا شايف اللي ياخد رجل المباراه هو احمد فتوح. يعني لو واحد نزل جاب لك جون وعمل اسيست، فكان عامل مجهود في الملعب يعني اول ما نزل يعني. او مثلا عندك فتوح برضو، محمود بن كان ممكن ياخد رجل المباراه. كان في خطا لونش اساسا في الشوط الاولاني، بيدي كوره يعني للعيب حرس الحدود وبيشوطها تطلع بره. كانت ممكن الكوره دي بنسبه 100% تطلع جون، تدخل جون. بس حارس الحدود النهارده كان مستهتر قوي في الكور. حتى في كره اتعملت عرضيه جوه ال 18، فاللعيب كان ممكن يعمل اي منكش يعني، فاهم انت؟ لكن لعبها بطريقه غريبه قوي، برجليه كده طلعت بره وهو لوحده محدش معاه خالص. الزفير النهارده كان متالق جدا، شال كذا كوره. يعني في كوره حتى شالها بتاعت الونش يعني. شاط كوره جوه ال 18، فبيتالق الزفير بينقذها. كان في برضه كوره برضه انقذها برضه بتاعت محمد السيد، كانت في الدقيقه 69. انقذ جون اكيد للزمالك في الدقيقه 69 بتاعت محمد السيد. كان برضه في جون اكيد للزمالك في الدقيقه 80. ابراهيم عبد الحكيم انقذ مرماه من جون اكيد للزمالك في الدقيقه 80. فالنهارده الزمالك كان متالق، وكان ممكن ياخد رجل المباراه زي ما قلت لك لو خلصت المباراه 0-0 او بفوز حرس الحدود. كان في خطا شنيع في الدقيقه 5 من محمود بن تايج، بيدي الكوره للاعب حرس الحدود وبيطلع المهدي سليمان يتالق ويصد كوره ويصد جون اكيد لنادي حرس الحدود. كان برضو في كوره في الدقيقه 26، يعني اللاعب كوبر بيدي كوره لزميله محمود العربي اوكا. شاط كوره لو ما كانش الونش واقف قدام الجون او من على خط، يعني كانت تبقى جون اكيد لحرس الحدود في الدقيقه 26. عايز اقول لك برضو في كوره للزمالك في الدقيقه 29 في الشوط الاولاني. خوان بزيرة منطلق وعمل عرضيه حلوه قوي، بس يعني لو الكوره دي حد كان استقبلها جوه ال 18 كان جون اكيد. بس بتعدي بسلام وامان، وبعد كده بتروح في الاخر للاعب من الزمالك بيشوطها تطلع فوق العارضه. برضو في يعني في الدقيقه 38 عرضيه لاعب حرس الحدود للاعب اللي هو عبد الله حافظ. شاطها بس بيصدها، كانت شوطه خفيفه بس بيصدها المهدي سليمان. النهارده زي ما بقول لك يعني كان ممكن الزمالك يتغلب او يتعادل بصراحه، لكن استهتار حرس الحدود هو اللي خلى الزمالك يكسب النهارده 2-0. والاستهتار جاء من ساعه الدقيقه 84، من ساعه يعني كره محمد شحاته والدفاع حرس الحدود في السلاوله خالص. محمد شحاته بيدي كره حلوه قوي 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 لاحمد الشريف، واحمد شريف يعني الكره بتقول له ايه يا عم؟ إيه انت بتشوطني ولا بتبصيني ولا انت بتعمل ايه يعني؟ كل الزملكاويه سحبوا واحد اسكندراني على الشوط. إيه انت بتعمل ايه يا عم؟ دي جون يا ابني، دي جون والله العظيم. انا قلبي كان هيقف وايه، قلت الحمد لله. مفيش بعدها بثواني عرضيه من محمود بن تايج، بيطلع احمد فتوح بص والدفاعين محدش ماسكه، كله سايبينه، وبيطلع ترك، فاهم انت؟ يحطها في الجون، يعني جون حلو قوي صعب على الزنفولي. بعد كده في الدقيقه 90 يعني الكوره راحت لفتوح بيعمل يعني بيشتتها حلو قوي ليه ناصر منسي اخدها وانطلق، وطلع الزنفولي غلط طبعا، وهو بيعمل اللي عليه. بس هو طبعا ناصر منسي بركه وخبره شويه فشاطها على طول فدخل الجون. كان ممكن ناصر منسي يعني كان ممكن الزنفولي يسيب ناصر منسي يمشي يعني ينطلق بيها. كان ممكن اللعيب اللي ورا ناصر منسي يلحقه، زي ما كان في برضه كوره كده لاخوان بزيره كان برضه منطلق وكان منفرد، وكان اللعيب برضه المدافع لحقوه ويعدت الكوره بسلام وامان. لكن هو خطا برضه من الزنفولي، وانا شايف ان الكوره بصراحه يعني ما تزعلش مني، ما هياش تسلل يعني.
ولو هي تسلل قول لي في التعليقات، بس انا شايفها مش تسلل يعني. وبعدين انا مش عارف انا مخرج اللقاء اصلا ليه ما بيعيدش الكور، يعني ليه ما بيتعيدش، ما تحط الخطوط وتعيد والحاجات دي كلها، فاحنا بنشوف اللي احنا شايفينه يعني، خلي بالك يعني. فانت في كور كتير ما بيقعدهاش في، يعني كان زمان وانا مواليد 85 كان ايام القناه الاولى والثانيه كانوا بيقعدوا لقطه 60,000 مره، انت دلوقتي ما بيعيدش، ما فيش حاجه بتتعاد، الكوره بتتعاد بالعافيه دلوقتي. ماشي. عايز اقول لك برضه بيراميدز النهارده كسب 1-0 على يعني سيراميكا كليوباترا بجون حامد حمدان اللي كان هيجي النادي الاهلي، عرضيه حلوه قوي من محمود عبد الحفيظ زلاكا في الدقيقه 47 على الدايره، يعني على الدايره بتاعت ال 18 بيشوطها شوطه حلوه قوي، صعب قوي او ما يقدرش يعمل معاها بسام، وبتخلص المباراه 1-0 لبيراميدز. وطبعا كان سيراميكا كليوباترا بيلعب من الشوط الثاني، يعني حتى عمرو كلاوي مطرود من الشوط الاولاني في الدقيقه 48 في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع. ماشي. كان اخذ انذار في بدايه الشوط الاولاني، اقول لك بالظبط امتى، هات كده كله اهو، كان اخذ بالظبط انذار في الدقيقه 16، وبعد كده اخذ انذار في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع من الشوط الثاني. ماشي. وبعد كده برضو انا لما شفت اللي هو طلع يعني علي ماهر لما طلع عمرو السوليه ونزل كريم نيدفيد، قلت خلاص كده المباراه هتخلص 1-0 او بالزياده. انت عارف كريم نيدفيد كان مع النادي الاهلي كان بيجيب لنا شلل رباعي، انا والله يعني ما بكرهش حد، بس يعني ما كانش حلو كريم نيدفيد مع النادي الاهلي، ما تزعلش مني يعني، هو اساسا علي ماهر بيحبه يعني، فاهم انت. زي قفشه كده في الاتحاد السكندري اسطوره يعني، فاهم انت، زي كهربا كده لما راح ليبيا كان بقى كريستيانو رونالدو كان يقول لك يا شكرا يا النادي الاهلي اللي بعت لنا الاسطوره كهربا يعني. فما اعرفش الناس دي بتخرج في النادي الاهلي تبقى متعملقه، ما تفهمش في اللي بيحصل، ما اعرفش في يعني، ما تفهمش والله. ماشي. فكده نبص لترتيب الدوري، سيراميكا في كليوباترا في المركز الاول برصيد 35 نقطه من 17 مباراه، الزمالك في الثاني برصيد 34 نقطه من 16 مباراه، بيراميدز في الثالث برصيد 34 نقطه من 16 مباراه، الاهلي في الرابع برصيد 33 نقطه من 16 مباراه. رجعت ريما العادات القديمه ورجع النادي الاهلي في المركز الرابع. طبعا الزملكاويه دلوقتي يعملوا هوب والله لو كسبنا، ويعملوا بقى اللي هم كسبوا بقى برشلونه وريال مدريد. يا جماعه يا جماعه انتوا كنتوا ممكن النهارده تتغلبوا والله او تتعادلوا والله العظيم، فاهم انتوا كسبتوا النهارده ببركه دعوه الوالدين يعني. فاهم انت، باخطاء دفاعيه وما فيش خبره في حرس الحدود يعني، فاهم انت. يعني مبروك اقول لك يعني، فما تفرحش شويه، وانا اساسا ما عنديش ثقه اساسا بيراميدز يعني الزمالك هيكمل المشوار يعني، هيقع الماتش الجاي للزمالك اساسا يعني. انت عندك الماتش الجاي للزمالك هيكون قدام نادي زد، فاهم انت، نادي زد، ويوم الثلاثاء 24/2/2026 الساعه 9:30 مساء بتوقيت مصر. وبعد كده هيلاعب بيراميدز يوم في الجوله ال20، نادي زد ده في الجوله ال19 وبيراميدز في الجوله ال20 هيبقى يوم 1 مارس 2026 الساعه 9:30 مساء بتوقيت مصر. فالزمالك دخل على ملحمه اساسا، سواء نادي زد سواء بيراميدز، سواء بعد كده هيلاعب الاتحاد، سواء بعد كده انبي، سواء بعد كده هيلاعب اوتوهو في الكونفدراليه في ربع النهائي يعني. ماشي. بس اما بيراميدز الماتش اللي جاي برضه اقول لك هيلاعب مين. بيراميدز الماتش اللي جاي هيلاعب غزل المحله في الجوله 19 يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 الساعه 9:30 مساء بتوقيت مصر. ماشي. غزل المحله ده في المركز ال 14. ماشي. خلي بالك زد في المركز السابع كده يعني. طيب الاهلي هيلعب امتى بقى؟ الاهلي هيلعب يوم الاثنين. ماشي. هيلعب سموحه بقى الساعه 9:30 مساء بتوقيت مصر، هيلعب يوم الاثنين اللي هو 23/2/2026. ماشي. كل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله يكسب، وان شاء الله البطوله يعني دوري مصر للنادي الاهلي. بس انا قلت لك كده، مبروك للزمالك، مبروك لبيراميدز، ومبروك للاهلي اللي كسب امبارح الجونه 1-0 بجون يعني عندك جون امام عاشور عرضيه اشرف بن شرقي، كان جون حلو قوي يعني. ماشي. دخل في الموضوع، لو انت بقى من عشاق اي فريق في العالم اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ينزله. كان محمد شبرون، يا محمد كرم شبرون. دخل في الموضوع، والسلام.